اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلام اوفر فلو. معاكم احمد خالد وصديقي عمر رضا. للناس اللي اول مره تشوفنا، كلام اوفر فلو دوت للسينيور ستودنتس او الفريش جرادز او الجونيور انجينيرز اللي لسه بيبداوا في الكارير بتاعهم. ازيك يا عمر؟ ايه ازيك الاخبار؟ يا احمد؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. احنا النهارده هنكمل على بقيه التوبكس اللي احنا كنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، والتوبك بتاع النهارده هو توبك شيق جدا. وفي ناس كتيره بتسال عن الفيز ديت في حياتها وانس ان هي خلاص اتخرجت. اتكلمنا خلاص على السي في اللي هي عملته وعلى لينكدين والكونفليكت او ايه المشكله اللي بتحصل اول ما انا اجي اقدم، اللي هي كانت الكالتشر فيت. طيب دلوقتي بقى انا خلاص قدمت، هنجيب الانترفيو من الاخر. دلوقتي انا هفترض ان انا عندي التكنيكال سكيلز اللي الكامباني ديت محتاجاها كريكويرمنتس، او تمام. الوظيفه دي محتاجاها كريكويرمنتس، مهم. وانا خلاص في المرحله اللي انا بتناقش فيها في الفلوس. انا دلوقتي اعرف منين ان المبلغ اللي الكامباني دوت او اللي الاتش ار بيقوله لي ان دوت فعلا اللي انا استحقه؟ تمام. ما يبقاش فيه انا مش مضحوك عليا. تمام. وفي نفس الوقت هل في مجال ان انا اتفاوض في الرقم اللي اتقال لي دوت ولا لا؟ طيب خليني اقول لك وجهة نظري، وبرضه هبقى محتاج اسمع منك وجهة نظرك بعد ما اخلص. القصة دي بيبقى فيها يعني كذا رأي. انا بالنسبة لي، او انا من التيم اللي بيفضل الاول انه يحاول يسحب من الريكروتر او من الانترفيور براكت السالري للجوب تايتل ده في الشركه دي عامل ازاي. يعني انا ما بحبش ارمي الاول الكارت بتاع، والله انا لو افترضنا كده ان انا جاي من وظيفه، ما كنتش مثلا لسه جاي من الجامعه، لو انا اصلا كنت بشتغل او لسه كنت في الاول، فبحاول اشفت مثلا، نتكلم في كيس بتاعت الجونيور. ما بحبش ارمي الاول الكرنت سالري كام، قد ما انا عايز اعرف برضه، اعرف منكم البراكت ايه الاوفرز اللي انتم ممكن تدوها لي. بشكل عام النت سالري عامل كام في او في الشركه عندكم مثلا، البراكت بيبقى ما بين كام وكام. والله ريكروتر قال لي رينج، هيبقى خير وبركه وخلاص، عرفت الشركه دي بتتكلم في قصه ايه. نرجع تاني وهايلايت زي ما كنا بنتكلم في الحلقه الاولانيه، ان انت محتاج تكون عامل الهوم ورك بتاعك كويس، حاولت توصل لحد من الشركه، عرفت تسال عن التايتل ده السالري رينج بتاعه عامل ازاي، فبالتالي بتماب الكلام ده على اللي الريكروتر بيقوله لك. طيب انا الريكروتر ما قاليش، والله برضو انا ارجع واقول لك ان انا ما عنديش اي مشكله ان انا اقول لو انا جاي من شركه انا الكرنت بتاعي كذا كذا. ده يشمل كل حاجه، يشمل النت بيز، يشمل لو في اي بونسز او ستوكس، يشمل لو في اي بنفيتس او بيركس زياده، اي الاونسز وات ايفر. بقول ان انا النت بتاعي باكج اوفرول اكس. تمام. وانا مثلا بكون حاطط برضو بناء على الهوم ورك اللي انا عامله، بكون حاطط تارجت مثلا وليكن زياده 30% برسنتج. انا برضو ما بحبش ارمي رقم، انا عايز يعني عايز 20,000، عايز 25,000، مش عايز رقم. انا والله بتكلم في انه اللي ممكن بالنسبه لي يكون مناسب كريشيو من 20 ل 25%، من 30 ل 35%، اوكي. برمي رينج. انت بتتكلم في الحته دي على لو حد كان في شركه وهيتنقل لشركه بالظبط تانية. بالظبط. انا اوكي. بتكلم على كيس الجونيور اللي هو مثلا لسه في الاول، فراح اوكي. مكان ما بقاش الدنيا الطف حاجه، فعايز يشفت او عايز يروح مكان تاني وهكذا. فما فيش مشكله ان هو ايه يكون حاطط رقم، ويكون انا باكسبكت ان انا اعمل موف، او بكونسيدر ان انا اعمل موف على ريز وليكن مثلا قدرها كذا برسنت، مش رقم بشكل محدد يعني. اوكي. ده برضه هيدي للريكروتر بوش فورورد، ان هو ايه يحاول ان هو الريكروتر اللي يرمي رقم مش انت، وتبدا انت تيفالويت هل ده بالنسبه لك مناسب ولا لا. طيب دي القصه، او دي الكيس بتاعه الجونيور. قبل ما نتكلم في الفريش جرادز، انا عايز ارجع تاني لنقطه الجونيور. في حته انت قلتها كده، قلت انا بزود 25 ل 30%. طب ليه يا عمر معلش مش 5 او 10%؟ والله انا الرقم اللي بتحط او البرسنت اللي انت بتحطها عشان تبدا ان انت تريسك مكان انا موجود فيه، والدنيا ستيبل مثلا وما عنديش اي مشكله واخد موف. خصوصا كمان لو انا بتكلم في ان انا هاخد موف مثلا، هل هي اسوشيتد مع بروموشن ولا هاخد موف وانا على نفس التايتل. انت بتكالكوليت يور ريسكس وتبدا تحط والله انا ممكن اغامر بالوضع اللي انا فيه دلوقتي قصاد اكس في المية، 25%، 30%، 10%. انت لو بالنسبه لك 10% تمام، جو اهيد مع ال 10%. بس يعني انا كنت برضو عايز اقول حاجه. انا ال 10% ديت هي وارد لو انا عندي ميريت انكريز اصلا في الشركه بتاعتي انا كمان كام شهر، لما يحصل ميريت انكريز والفيزيكال يير تخلص الشركه كلها ترفع 10% مثلا، فابقى انا كده رحت نقلت في مكان تاني من الاول ومحتاج اثبت فيه نفسي وكل ده على فلوس هي كده كنت اخدها في الشركه بتاعتي اللي انا ستيبل فيها. بالظبط. ده بالنسبه للجونيورز اللي هيترقوا او جونيورز اللي بيتنقلوا من شركه لشركه افضل. بالظبط. انت محتاج تحسب الاوفرول كده، الوضع اللي انت موجود فيه احنا فين. وعشان نبدا ان احنا ننط من الوضع ده ونروح وضع تاني، هنحتاج ان احنا نكون بنعمل الجامب ده على قد ايه. وده اللي ترميه في الجراوند بتاع الريكروتر. والريكروتر هو لو طلب منك
ان تبقى تبي مور بريسايز او اكسبليسيت على باوت الرقم، انت هتكون اوريدي عامل الحسبه بتاعت الرقم اللي هو انت بتتكلم فيه ده وتقول الرقم. تمام. دي قصه. مم. تمام، ودي ما فيهاش مشكله. عشان لو انت حتى قلت رقم زي يعني مثلا لو افترضنا ان هو بره البراكت بالنسبه للريكروتر، الريكروتر هيبدا يرجع لورا. مم. فتمام. والله لو انت رقم اغلب الشركات لما بتيجي تعين حتى بيبقى في المسميات الوظيفيه ما بنبقاش مثلا بنهاير واحنا بعاد قوي 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 عن البراكت اللي ممكن تكون شركه مثلا احنا رايحين لها بتبص فيه او مثلا بتتحرك فيه. اوكي. طب نرجع تاني للقصه بتاعت الفريش. ازاي الفريشر اللي هو راجل ما اشتغلش خالص قبل كده، ما فيش حاجه خالص، يبدا ان هو يطلب رقم؟ بيبقى في تو سيناريوز في الحاله دي. يا اما الريكروتر ما بيسالكش اصلا، فانت راجل فريش، انا اللي هحط الرقم وانت يا تو اكسبت اور نوت، فانت ما بترميش ده من عندك. انت والله احنا بنقول لك احنا بنعين فريشرز، السالري بتاعنا كذا، بنفيتس كذا 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 كذا، وده الاوفر بتاعنا. دي سهله، وانت بتشوف الكلام ده بالنسبه لك تمام مش تمام. لو حاسس ان انت مش تمام، بيبقى برضو الحته بتاعت او الويت بتاع ان انا ابدا انيجيشيت وانا لسه ما فيش حاجه خالص على رقم جاي في الاوفر، مم. ما بتبقاش اكتر حاجه مضمونه. وبعدين في منك كتير في السوق، عادي فأنا يعني. انت لو مش عاجبك في ناس ممكن تقبل باقل منك كمان، فاللي هو مم. مش دي الحته اللي ممكن تبقى سترونج بوينت بالنسبه لك ان انت تضغط عليها لو انت اصلا مش جاي من شغل تاني. اوكي. طيب الطلب منك تقول رقم، برضه ارجع بقول لك تاني وهايلايت تاني على قصه انت محتاج تدو يور هوم ورك. الناس اللي زمايلك في الدفعه، الناس اللي اشتغلت على سكيل مشابه لسكيل الشركه اللي انت رايح تشتغل فيها، يعني مثلا الناس اللي شغاله في ستارت ابس وانا مقدم في ستارت اب، يا جماعه انتوا يعني مش لازم اسال حد يقول لي مرتبك كام، بس على الاقل هيديك رينج، يديني رقم، احط رقم في الحته دي، يبقى بالنسبه للناس اللي في السيجمنت بتاع الستارت ابس او بالنسبه للناس اللي في السيجمنت بتاع الكوربريتس مناسب. فانا محتاج قبل ما ادخل انترفيو يا جماعه، دي حاجه مهمه جدا، محتاج تعمل الهوم ورك بتاعك علشان ما ترجعش تزعل لو طلبت رقم. اصل برضو مش كل الانترفيورز هيكونوا مثلا ترانسبيرنت انف ان انت لو قلت رقم بره البراكت اللي هو بيتكلم فيه اون لور سكيل، يعني اقول لك لا يا باشا احنا مضطرين نرفعك لفوق عشان تخش البراكت. مش شرط، بالعكس، هو انت لو ده بالنسبه لك، لو الرقم انت طلبته ده بالنسبه لك تمام، والله انا ممكن عشان اعمل معاك حركه جدعنه احط لك 1000 2000 وتبقى برضه بره اللور براكت وتبقى انت مبسوط وانا بالنسبه لي صح. مستفيد. صح. فاهم قصدي؟ فالموضوع كله مرتبط بقصه انت عملت الهوم ورك بتاعك وحاولت تعمل الريسيرش بشكل ما او باخر مظبوط عن الشركه اللي انت رايح تقدم فيها دي، او حتى شركات مشابهه على نفس السكيل بتاع الشركه اللي انت رايح تقدم فيها. برضه انت قول لي وجهه نظرك. اوكي. طيب انا عايز اعمل تنويه قبل ما اقول وجهه نظري. وجهه النظر اللي قالها عمر دي زي ما اقول كده هي وجهه نظره، بالظبط. يعني هي حاجه تحتمل الصح، يعني الصواب الصحه والخطأ. والخطا والصواب والخطا بالظبط. بالنسبه لك، هي بالنسبه له دي بيز اون هيز اكسبيرينس. بالظبط. ده رايه. اللي انا هقوله بقى انا من وجهه نظري هقسمها زي ما عمر كان مقسمها كده. لو انا جونيور وهتنقل من شركتي لشركه تانية، انا مبدئيا لازم ابقى عارف انا بتنقل ليه. هل انا منقول من بوزيشن لبوزيشن اعلى؟ يعني انا جونيور هبقى مثلا اسوشيت او هبقى سينيور او فيها whatever. بروموشن. بالظبط. فدي كده بروموشن، فانا محتاج اعمل حسبتي الخاصه زي ما عمر كان قال كده. انا ببقى حاطط كل اللي انا باخده سواء كبنفيتس في الشركه ديت، او حتى لو انا باخد سالري بس مش عايز قوي نخوض في حته بتاعت البنفيتس. انا باخد سالري 10 جنيه، انا عارف ان انا هتنقل عشان تبقى النقله دي مناسبه ليا وهي فيها بروموشن، فانا مش هاخد اقل من 12 جنيه مثلا او 13 جنيه. تمام. طبعا بقول ارقام كده ايه دنيا عشان أيوة. الناس بقى ايه تظبطها زي ما هي عايزه. طيب في حته ان انا بقى منقول من شركه لشركه تانية، فانا ممكن ابقى منقول بس الانفايرمنت احسن، بس انا نفس البوزيشن بتاعي. انا دلوقتي اشتريت برضو حاجه هي مش يعني لا تشترى بالفلوس، ان انا دخلت انفايرمنت او كوربريت اكبر باسم اكبر. فانا ممكن اتنقل، ما عنديش مشكله خالص ان انا اتنقل من حته لحته بنفس الفلوس، بس في المقابل انا خدت حاجه زياده، عملت ابجريد في بالزبط. المكان اللي كنت شغال فيه. بالظبط. السي في بتاعي دخلوا شركه اسم كبير، مش شرط تبقى مالتي ناشونال ولكن اسم معروف في السوق، وانا كنت شغال في حاجه ستارت اب او في البروجكت الناس لسه بتبدا. انا اشتريت دوت بالفلوس، ممكن ادخل بنفس وفي ناس كمان ممكن شويه تضحي، انا ممكن اخد فلوس اقل بس ادخل في انفايرمنت احسن وفرصتي ان انا اجرو فيها اكبر. فهي الموضوع يا جماعه مش صح وغلط، مش ابيض واسود. هو مش كتاب، احنا مش قوانين وبنمشي عليها، هو مش كتب يعني، مش زي الدراسه يعني. وبالنسبه لحته الانترفيوز، لو انا داخل في انترفيو والريكروتر قال لي انت مستعد تتنقل على كام، بلاش تدي انا من وجهه نظري بلاش ادي رقم ثابت، بس اقول له رينج. انا مش مثلا هقبل باقل من كذا. لو انت عندك فعلا مينيمم
مش هتقبل باقل منه، فقول دوت بمنتهى الصراحه. وهو برضو هو ممكن يقول لك لا انا الرينج بتاعنا كذا، ويبقى في حته نيجوشيشن، بس ما تقولش اه او لا في الانترفيو، ما تقولش لا خلاص انا مش شغال معاكم. لو هي دي طريقه من النيجوشيشن يعني، ما تقولوش لا خلاص، لان هو فعلا في ريكروترز هياخد لا دي على انها لا قاطعه، مش هيرجع لك تاني لكن في بعض الريكروترز ممكن تقول له انا محتاج الريز ببرسنتج معينه، هو يروح ويرجع لك يقول لك لا والله بدل انت كنت طالب مثلا 15%، انا اللي قدرت اجيبه لك مثلا 10%. ودي حصلت معايا في اكتر من بوزيشن. فالموضوع جيف اور تيك، ما فيهوش حاجه فيكسد، ما اسمها نيجوشيشنز. بالظبط، احنا الكلام بيبقى رايح جاي في القصه، ومفيش مانع ان انت تبقى يعني مش عايز اقول طمعان، بس انت عايز تاخد اكبر رقم ده طبيعي. موجود، ده طبيعي. وفي نفس الوقت عايز يخليك وزن رينج. لو هي شركه محترمه عندها سالري رينج، يعني المفروض يبقى عندها سالري رينج، فهو عارف ان انت بالبوزيشن بتاعك دوت انت بتنط من الرقم اكس للرقم واي. خلينا برضو نهايلايت على حاجه تانية خاصه بالجزئيه دي بالذات. الريكروتر بيبقى عارف مثلا ان الشركه دي وليكن مثلا بتعمل ادجستمنت على سكيل معين بعد بفريكونسي معينه، فهو لازم يحطك في براكت تبدا تتحرك مع الادجستمنت بشكل طبيعي. بالزبط. يعني هي مش شطاره منك ان انا اروح اجيب اخر البراكت اول ما اتعين، فمثلا شركه تيجي تحط ريز للناس اللي موجوده مثلا في السيجمنت او في التايتل الفلاني، تلاقي الناس بتتحرك بارقام وانت ما بتتحركش بنفس الرقم، عشان انت اصلا كنت داخل على براكت عالي قوي او داخل على الابر ليميت بتاع البراكت. برضو دي حاجه الريكروتر بيحطها في عين الاعتبار، اللي بيها ان الناس تبدا تتحرك بمعدلات منطقيه مع بعض. لو افترضنا ان الشركه بتعمل ادجستمنت بصفه دوريه، ممكن في شركات بتعمل اكتر من ادجستمنت في السنه، لما بيجي يحط في عين الاعتبار ان الراجل ده هيترقى مثلا، في شركات بتحط مثلا الجونيور ده ليفل جونيور 1 جونيور 2 جونيور، هو لسه جونيور بس هو مقسمينها سيجمنتس جوه، فبيدي مساحه ان يقدر يحركك في البنز اللي موجوده جوه. وعايز اقول حاجه يمكن ديت برضو بيزد اون ماي اكسبيرينس، في احد الشركات اللي انا اشتغلت فيها كانوا عاملين بوت للاتش ار. البوت دوت بقول له وات از ماي كومبا ريشيو، كومبا ريشيو بيقول لي انا كومبيرد تو الناس اللي معايا في نفس الليفل انا باخد تقريبا كام في المية. فهتلاقي ان انت مثلا 93%، 93% دي رقم برسنتج، مش هيطلع لك رقم سالري اكزاكت يعني، لكن انت بالنسبه للناس اللي موجودين معاك في نفس الليفل انت بتاخد 93%، او انت يعني فاضل لك 7% وتبقى ايه خلاص وصلت للليميت بتاع الليفل اللي انت فيه دوت. لا انت لو وحتى كان جاي لنا زي توجيهات كده من المانجمنت، لو انت اقل من 85% انت لازم تيجي تتكلم معايا عشان نشوف انت عندك دي احد الحاجات اللي الشركات بتقدمها عشان تقول لك انا ترانسبيرنت، انا مش بظلم حد. لو شركه كوربريت كبيره يعني انا مش بظلم حد. لو انت اقل انت دايما لازم تبقى في السالري رينج اللي هو محطوط للليفل بتاعك. احنا برضو عايزين نفولو اب على البوينت دي بحاجه تانية. انت في الاول وانت بتتكلم عن وجهه نظرك قلت انه ممكن اضحي بجزء من الفلوس في سبيل ان انا ابجريد في شركه او غير شركه. كنت مثلا في سكيل صغير فحبيت ان اروح لكوربت، فممكن الستارت ابس دي ارقام عاليه قوي، بس الكوربت عشان عندها سيجمنتس ما تقدرش نحركك بره الرقم ده. هل معنى كلامك ان الخبره اهم من الفلوس؟ طيب انت كنت قلت لي حاجه قبل كده انا هستعين بيها يعني في الاجابه على السؤال دوت. قلت لي انا لما بروح اشتري حاجه مش بشتريها بالخبره، يعني لما بروح اشتري اكس للمعيشه مش بشتريها بالخبره، لما بسافر مش بعوز خبره اديها للناس. دي حاجه انت كنت قلتها لي قبل كده وانا مقتنع بيها 100%. however برضو اقتناعي ان انا الخبره اللي هاخدها في اول سنتين 3 في حياتي هي اللي هتعمل لي الفلوس بتاعه 7 ل 10 سنين بعد كده. الموضوع برضو جيف اور تيك، يعني هو ما بضحيش بحاجه زي كفه الميزان. انا عايز اخد اكسبيرينس، والاكسبيرينس دي باي ذا واي هي برضو بفلوس، يعني هي الاكسبيرينس بتقيم بفلوس لما بعمل موفمنت. انت كنت في الشركه الكوربريت مثلا المالتي ناشونال الفلانيه، بعد كده اتنقلت المالتي ناشونال الثانيه ديت، فانت لما تيجي تقدم في شركه ثالثه لا هو يا جماعه قعد 5 سنين في الشركه الكبيره دي وسنتين في الشركه دي، فهو راجل هو كالتشر فيت، هو راجل عارف هو بيعمل ايه وعنده كارير جروس واضح. فدي كل الحاجات ديت هي خبره. والخبره مش بس هي تكنيكال اكسبرتيز، لا ده هي مايند سيت انت بتبنيها الونج سايد الجيرني بتاعتك او الكارير بتاعك. فما تاخدش الموضوع على ان انا لا انا لسه ببدا فانا هاخد خبره، مش مهم الفلوس دلوقتي خالص، انا هشتغل ببلاش سنه سنتين في حياتي او هاخد حاجه اللي هي البوكيت ماني اقبل بيها. لا، ممكن في مرحله من المراحل انا ما عنديش خبره خالص، فساعتها انا هشتريها مقابل انا لسه خارج. ممكن اقدم تنازلات، ممكن اقدم تنازلات زي ما كنا بنتكلم بتقول ان في ناس اصلا هي خارجه ولا عملت لا انترنشيب في حياتها ابيض، ولا عملت اي كونتريبيوشن ولا عملت اي حاجه، ولا حتى كان في اكسترا كوريكولار اكتيفيتيز وستودنت اكتيفيتيز.
هي ما عندهاش اي خبره. فدلوقتي انا عشان خاطر اجين الخبره دي، فانا هعتبر نفسي كأن انا دخلت كورس وبدفع فيه فلوس. فانا دخلت شركه معينه، الشركه ديت هاخد منها تكنيكال نوليدج، في المقابل انا ممكن اقبل بفلوس اقل شويه. بس انا خلاص بقيت جونيور وعارف انا بعمل ايه، وبتحط مثلا في بروسيس. انا مش بتكلم طبعا على ليفل السينيورز، هم التارجت اودينس بتوعنا اب تو الجونيورز. لو في سينيورز عندهم اراء مرحب بيهم ان هم يقولوا برضو رايهم معانا، والجونيورز لو انت عندك اكسبيرينس مختلفه او عندك راي مختلف، او شايف ان احد اراء قولوا لنا في الكومنتس يا جماعه، قولوا لنا في الكومنتس. بالظبط. فانا بقول لك بناء على اللي انا ما عنديش اكسبيرينس خالص، فانا هشتريها بكده. بعد كده الونج بقى خلاص انا بقيت ادرس الماركت، عارف ان انا زمايلي اللي شغالين نفس البوزيشن بتاعي في كوربريتس او في ستارت ابس او في شركات اكس وواي وزي، هم وزن الرينج دوت. فانا لا في واحد بيابجريد او واحد نقل من بوزيشن لبوزيشن فخد رقم كبير، فخلاص انا هيبقى عندي تطلعات ان انا اجين فلوس. بس برضو انا حابب اسمع منك. طيب اعتقد انا هبقى متفق معاك في الكلام اللي انت قلته، خصوصا في الفتره اللي بتبقى في الاول. يعني لما بيبقاش فيه التزامات او ارتباطات او حاجات زي كده، بيبقى يعني في مساحه ان انا اقدم شويه تضحيات في سبيل ان انا احسن من وضعي ليتر اون. فمش كل الناس بيبقى عندها الفرصه انها اول ما تتخرج تشتغل في شركه كبيره او في شركه اسمها معروف في السوق، او في ناس بتشتغل مع كلاينتس بشكل مباشر، في ناس بتشتغل مع ستارت اب صغيره لسه بتبدا. بيبقى مثلا هو بالنسبه لي ده الشغل المتاح دلوقتي، وانت برضو على حسب الظروف بتاعت الماركت كل فتره معينه بتلاقي الماركت بقى شكله بيتغير. فبيبقى الفتره في الاول صعبه، وده طبيعي، ودي حاجه ما تخليش الفريشرز او ما تخليش الجونيورز يحس ان هو انا يعني مش عارف اجرو في الكارير بتاعي. في العادي او في الفتره في الاول ده عادي ان يحصل التخبط ده او عدم البالانس ده. وانت وشطارتك في ان انت تحاول تاخد اكبر قدر من الاكسبيرينس اللي تزقك. انت لو افترضنا كده ان انت جيت اضطريت ان انت تقدم تنازل ما ورحت اشتغلت في مكان والله السالري رينجز بتاعتهم اقل شويه من الماركت، بس انت ما كانش قدامك حاجه تانية. اوكي، اعمل ايه؟ انت وشطارتك في انك ما تطولش، حفرك في ان انت تحاول تتعلم باكبر قدر ممكن. انت عارف ان انت في المكان ده بشكل مؤقت لحد ما تبدا تلاقي حاجه تانية تبدا ان انت تجمب عليها، بس الهدف من المكان اللي انت موجود فيه ده انك تعمل زي نوع من انواع الانريتشمنت للسي في بتاعك، تحط بروجكت، تحط تكنيكال اكسبرتيز، تحط على قد ما تقدر قصه تحكيها في الانترفيو. بالظبط تدخل بقى في انترفيو تاني في شركه تكون اكبر. والله يا جماعه انا عملت كذا، ساعدت الشركه الصغيره دي في انها تبني او تسكيل او فساعتها يبقى في مساحه ان انت والله الشخص ده جود كانديديت، فنبدا ان احنا ممكن ننفست فيه ونسحبه من المكان اللي هو فيه ويجي في مكان يكون بالنسبه له احسن. هتلاقي ان الفلوس بقى اللي انت بدات ان انت تضحي بيها في الفتره في الاول دي بدات انها تتعوض تاني لما تيجي تعمل الشيفت ده. فالخبره اهم ولا الفلوس؟ الاثنين مهمين، ما فيش حاجه انا مش لازم اكون اخد كفه حاجه معينه، الاثنين مهمين. وعلى حسب الفتره اللي انت موجود فيها بتبدا تقول والله انا ممكن كفه مين على الميزان تبقى اتقل شويه من الثاني. بالظبط. وانت مع الوقت الخبره اللي انت بتتكلم فيها دي زي ما احمد كان بيتكلم، الخبره اللي انت بتتكلم فيها دي هي اللي هتحط لك الفلوس اللي انت بتدور عليها على اللونج تيرم. بصيت على 7 10 سنين قدام، 15 سنه قدام، اللي انت بتنفسته في نفسك في الاول هو ده اللي بيخليك تقف على رجلك كويس، وتقدر ان انت تعمل الفلوس اللي انت بتفكر فيها دي على لونج تيرم. وبعدين احنا بنشوف في الماركت خلاص ناس بقوا واخدين تايتل مثلا البرنسبلز، فدولت خلاص مش بيقارنوا او كفه الفلوس لا هي الاهم دلوقتي. اصل خلاص يعني انا فين الخبره يعني بيتعلموا اكيد بيتعلم بس حته الخبره انت ما تقوليش انت ناقصك خبره. لا انا راجل بقالي 20 سنه في السوق، اللي احنا بنسميهم احنا تنانين موجودين معانا في الشركه ما شاء الله، نرجع لهم في اي حاجه حتى لو هم مش عارفينها بياخدوا غطس يطلعوا على طول بالحاجه اللي احنا محتاجينها منهم. مظبوط. في يعني شويه الديلينز في انهي ليفل. وانت كمان مش هتشغل بالك قوي بالقصه دي بعد كده، يعني مع الوقت وانت بتكبر في الكارير بتاعك بتلاقي ان حته الفلوس دي بقت يعني تريفيال قوي. انا كده عارف ان انا الوضع بتاعي ماديا كذا، فانا عشان اعمل موف انا بتكلم في رقم ده بالنسبه لي، وانا عارف الافريج على الماركت عامل ازاي، وعندي زمايلي في شركات تانية، فبتتكلم بثقه اكبر. والفلوس بتيجي طول ما انت عندك التكنيكال سكيلز اللي الشركه بتدور عليه. انت بتاخد الاكسبيرينس وتبيلد عليها بانك تطلب الرقم اللي انت عايزه طول ما انت بتتحرك في الكارير بتاعك. اوكي، انا عايز اقول تنويه، الناس اللي هتزهق وهتحس ان احنا بنتكلم في الحاجه كتير، هو ده الغرض بتاع البرنامج بالزبط. كلام اوفر فلو. احنا هنفضل نتكلم في الحاجه، هندي لكل حاجه حقها، وكمان هنريفيزت كل التوبكس دي تاني علشان لما يجي نسمع الكومنتس بتاعتكم احنا برضو عايزين نعرف رايكم في الكلام اللي بيتقال بالزبط. والله حد هايلايت مثلا نقطه واحنا محتاجين دي حاجه محتاجين نوضحها للناس، فنبدا ان احنا نحط زي فولو اب
على فولو اب على الحاجات اللي عملناها مثلا اوريدي، ونبدا نغطي اسئله الناس بعتتها في الكومنتس. اوكي، انا بقى دلوقتي هنرجع تاني لحته الانترفيوز، وعايز اقول لك ان هو احنا خلاص كفريش جرادز وكلنا عدينا بالمرحله ديت، لسه متخرجين دخلنا انترفيوز في ريجكشنز كتيره. انا ازاي ممكن اتعامل مع الريجكشنز ديت، خصوصا ان هي كتير؟ انا كل ما اقدم في حاجه زهقت، كل ما اقدم في حاجه انا اجت ريجكتد. فهل انا عندي مشكله ولا واتعامل ازاي مع الريجكشنز ديت؟ بص، انا برضو اقول لك برضو على وجهه نظري في القصه دي. لما انا كنت متخرج، ولما كانت الدفعات الكبيره الاكبر مني كانت متخرجه، والدفعات الصغيره اللي جت بعد مني متخرجه، الناس دي كلها بيحصل معاها قصه عدد الريجكشنز المهوله جدا لحد مثلا ما بتلاقي شغلانه، سواء بقى اول شغلانه او بتجمب من شغلانه لشغلانه. يا جماعه احنا محتاجين نتفق ان المجال بتاعنا ده الريجكشنز فيه طبيعيه، ده طبيعي. حتى لو انت متخيل ان انا لا ده انا اترفضت كتير، في اترفض اكتر منك، ما تحاولش تقنع نفسك ان انا خلاص كده انا عشان اترفضت هذا الكم من الرفض فانا الدنيا قفلت وخلاص كده باظت. انت لو جيت دعبست في الناس اللي موجوده في الفيلد قبل منك، وحتى لو هم معاك، الموضوع ملوش علاقه خالص بان انت ترفض دلوقتي. زمان كانوا بيترفضوا ودلوقتي بيترفضوا وبعد كده هيترفضوا، علشان ده جزء من السلكتيف كرايتيريا اللي الشركات بتبص عليه عشان يبدا ان هو ينقي من بول اوف كانديديت كبير. ده طبيعي، وانت محتاج تتعامل معاه بشكل ما هوش سلبي علشان ما يبقاش بلوكر بالنسبه لك. انا مش عايز لما اترفض بشكل مثلا كبير من شركات كتير احس ان انا لا انا مش كواليفايد انف. دور على الارياز اللي انت اترفضت بسببها وابدا ان انت تحسن في ده. مره في مره، انترفيو في انترفيو، هتبدا تحس انه لا انا عملت اللي عليا في الانترفيو ده، وعارف ان انت في الاول وفي الاخر بتطلع انترفيو. خلينا صراحه مع بعض، احنا عكينا ولا ما عكيناش عشان نبقى الموضوع يبقى ترانسبيرنت انف. ما فيش حاجه اسمها ان انا ابقى طالع من انترفيو حاسس ان انا مش مجاوب الاسئله بشكل مثلا 100% واقول لا هتيجي ازاي؟ اديني اماره. هو مش ولو جت هتبقى يعني والله ربنا كاتبها لك، بس هو العادي ان انا لازم اكون عامل كويس عشان يبدا ان اعدي في الانترفيو فيجي لي اوفر. ف يعني خلينا متفقين زي ما قلنا في الاول انه ده عادي وده طبيعي، وتعامل معاه بشكل طبيعي. حاول تدور على الارياز اوف امبروفمنتس اللي انت ممكن تشتغل عليها عشان تحسن من الانترفيو اللي وراها. مره في مره انت هتحس ان انا عملت كويس في الانترفيو ده، فبناء عليه مثلا انا بقى اكسبكت اوفر. والله ما جاش، دي مش نصيبك، دي خلاص انا كده عملت اللي عليا، وانا كنت اللي اتسالت فيه جاوبته. وارد يكون في حد كان احسن منك، وارد يكون في حد طلب سالري اقل منك فالشركه كانت بتفضله عشان مثلا ماني وايز كانت بتوفر. في كذا فاكتور تاني بيخش في البروسيس بتاعت ان انا بكون بهاير حد. ده مش كله مرتبط بانت كواليفايد ولا لا. فاحنا خلينا نشيل بس من فكره من دماغ الناس فكره ان انت انا مش عشان ان انا ريجكت كذا مره معنى ان انا مش كواليفايد ان انا ابلاي في الشغلانه دي، مش منطقي. وخليني من مكان هذا يعني اوجه نداء للاتش ار، واوجه نداء للمانجرز اللي ممكن بيعملوا انترفيوز خصوصا للفريش جرادز. من فضلكم ادوا لهم فيدباكس وزن الانترفيو، لان هي فرصه ان انتوا تدوا لهم فيدباك بعد الانترفيو بتبقى قليله جدا. مظبوط. انا كنت محطوط مكان الناس ديت، كان نفسي اعرف في اوقات كتيره انا اترفضت ليه، ما كنتش بعرف. ولغايه دلوقتي في ناس انا على تواصل بيهم لمجرد ان هم كنت بعمل معاهم انترفيوز وادوني فيدباك جوه الانترفيو، وبشكرهم من مكاني هذا. وان شاء الله هبقى استاذنهم واقول اساميهم في مره ادي لهم كودوز. وعايز اقول لك على حاجه، انت لو اترفضت في شركه اطلب فيدباك. في أسوأ الظروف مش هيجيلك، بس انت حاول من بعد كل ريجكشن تطلع سبب. لان انت لو بتترفض وانت مش عارف على طول انت بتترفض ليه، هل هي مشكله تكنيكال، هل هي مشكله بيهيفيرال، هل في سكيلز عندك، في كوميونيكيشن سكيلز مش واضحه، هل انت بتخش تتأتأ كتير. ببقى متردد كده في الانترفيو فبيبان ان انا خايف، وفي حد تاني حتى لو هو كتكنيكال سكيلز اقل مني هاو ايفر هو كان واثق في نفسه في الانترفيو، وبرده ممكن يبقى واثق في نفسه عشان هو عمل انترفيوز كتيره واترفض كتير فبقى عنده ثقه. فحاول تعرف بقدر المستطاع انت اترفضت ليه، ابعت للشركه تاني، ابعت للمانجر او للريكروتر اللي كان بيتكلم معاك وقول له ايه اسباب رفضي. وانا اعتقد ان هي جزء من احترام الشركه للكانديديت اللي هي تدي لها فيدباك، وجزء من ان انت تبقى بتتعلم وفي على طول نولج بتكتسبها او بتجين سوفت سكيلز وبتجين تكنيكال سكيلز. ما تنساش لو انا سالت سؤال تكنيكال في حاجه في الانترفيو تكنيكال وانا ما عرفتهاش وما خدتش عنها فيدباك، من فضلك اول ما تخرج من الانترفيو اكتبها، اكتب كل الاسئله، روح سيرش عليها. بالظبط. وهي دي اصلا هي اللي اسمها الخبره. يعني الخبره اللي باخدها في اي حاجه في حياتي هي بناء على ان انا جربت الحاجه دي وباظت، جربت وباظت، ففي مره هتجرب وتنفع. لا وحتى الخبره اللي انا بعدي الشارع من نقطه ايه لنقطه بي، انا لازم ابص يمين وشمال، ما كنتش ببص في الاول يمين وشمال، لا كنت بعدي على طول. فبناء على ان انا في عربيه جايه من هنا وعربيه جايه من هنا، فكان وارد يحصل اكسيدنت لا قدر الله، فتعلمت ان انا ابص.
دي الخبره اللي احنا بنكتسبها على مدار الكارير بتاعنا. فكل لما يحصل لك اي ريجكشن حاول تاخد فيدباك، حاول تعرف انت من نفسك اترفضت ليه، قيم نفسك بعد الانترفيو دوت. لا انا لو مكان المانجر لا خلاص مش هوافق لان انا قلت اجابه غلط خالص ما ينفعش تتقال. اسال، عندنا دلوقتي جيميناي وعندنا كوبايلوت وعندنا شات جي بي تي وعندنا ده كله متوفر لكل الناس. ادخل اسالهم قول لهم انا سالت في 1 2 3 وجاوبت بالشكل الفلاني، هل من رايك انا جاوبت صح ولا غلط؟ ايه اللي انا ممكن احسنه؟ صح. دي بس باختصار حته الريجكشن. مش عايز اقول باختصار، هنرجع لها تاني الريجكشن حاجه كمان برضه عشان زودتها على كلام احمد. محدش يكذب في الانترفيوز، تجنب بقدر الامكان، بلاش الكذب وبلاش الرزع. احنا مش عايزين نرزع، مش عايزين نقول كلام احنا مش عارفينه، مش عارف قول ما اعرفش. في حاجه معينه اتسالت عليها ما تحورش، ما تكذبش. ما في، احنا مش فيش حد بيحاسبك يعني. احنا بنحاول نكون، احنا في الاول وفي الاخر الشخص اللي بيتكلم معاك ده لو احنا افترضنا حسن النيه بالنسبه للشخص، ما تبقاش انت من ناحيتك جيت تكحل الدنيا تقوم عاميها. فخليك ترانسبيرنت زي ما اللي قدامك بيكون ترانسبيرنت، حتى لو مش ترانسبيرنت خليك انت قدام نفسك ترانسبيرنت از ماتش از بوسيبل. الحاجه اللي تسال عليها كون كليستر كلير، عارف مش عارف قول انا عارف مش عارف. الحاجه اللي انت مثلا عارف انك ممكن لو سالت فيها تقول كلام في سن التحوير، لا يا باشا ما تحورش، قول اللي انت تعرفه على قد المعلومه وشكرا. ده مهم، ما تسيبش الامبريشن ده عند حد علشان ما ياثرش عليك بشكل سلبي. اوكي، انا من وجهه نظري ممكن اقول حاجه شويه يعني ايه، مش عايز اقول اللي هي ضد الكلام ده. however انا ممكن اقول، انا يعني بالنسبه لي ممكن اقول انا ما اعرفش بس تعال نجرب مع بعض. عايز تجيبها بشكل شيك مش مشكله، هاتها بشكل شيك يعني تمام. انت لو داخل، انا بالنسبه لي عادي ممكن اهبد بس انا هبقى ترانسبيرنت شويه ان انا داخل ايه، ممكن تظبط وممكن لا. أيوة. فانا ما اعرفش بس ممكن ايه، حتى لو هي سؤال في الكودينج وبتاع حاجه انت ما عدتش عليها قبل كده عادي. انا بالنسبه لي ممكن اقول انا ما اعرفش بس تعالى نجرب سوا، لو عملناها هنعمل ايه. وده هيليف امبريشن برضو ان انت بالزبط. برضو كنت ترانسبيرنت بس في نفس الوقت انت ويلنج ان انت تجرب زي ما انت بتقول بتحفرك. بالظبط بالظبط. فدي خليها برضو ايه يعني سايد نوت كده اهو. حاجه كمان قبل ما نبقى قفلنا الحلقه دي، وده سؤال كده بونبونايه الحلقه. لو انا بسال احمد خالد وبخيرك تسيب المكان اللي انت فيه دلوقتي وتروح كوربريت ولا تروح ستارت اب؟ بعيدا عن ان انا في كوربريت يعني دلوقتي بعيدا ان انت كوربريت دلوقتي، رحت كوربريت ثانيه يعني. طيب بص، برضو هو الموضوع مش ابيض واسود. انا عندي راي، عمر عنده راي، كل واحد من الناس اللي بتتفرج علينا عندها راي. فانا بقول برضو كل شويه بكرر ده، انا باخد رايك نظري. ده باخد رايك انت. بالنسبه لاحمد خالد، انا بالنسبه لي بصراحه انا احب الكوربريتس اكتر. انا راجل الكوربريت جاي. انا من ساعه ما اتخرجت ما كانش عندي اي بصراحه يعني طموح ان انا اشتغل في ستارت اب. الستارت ابس كويسه جدا، however انا بحس ان انا حد بيتحط في يعني ببقى محتاج بروسيس. ما بحبش قوي حته اللي هي الكوست اوف جريتنس زي ما كنت وضحت قبل كده. انا اعمل ده مع نفسي انا عشان خاطر تعليمي انا واظهر للشركه بمزاجي انا، ما يبقاش محطوط عليا البريشر ان انت لازم عشان احنا بنجرو في الفتره ديت. فاحنا لا عندنا 24/7 لمده مثلا 3 اور 4 كوارترز عشان خاطر احنا داخلين في فيز معينه وعايزين فلوس بعد كده. انا مش بعرف اتحط في ده. ثانيا انا بالنسبه لي الكوربريت مهمه لان انا الكوربريت بالذات الحته بتاعت المالتي ناشونالز ديت بيبقى عندي فرصه ان انا اقيم مديري، ان انا بيبقى في عندنا كده هو في نوع من الاستراكشر في القصه دي. في انا عندي سكيب ليفل مانجر ات سام بوينت لو انا عندي مشكله مع المدير، ودي الحمد لله عمرها ما حصلت. طبعا بيبقى في تشالنجز بتقابلنا في الكوميونيكيشن، تشالنج ده طبيعي بس بنتكلم على المدير وبنحلها. بس اقصد لو في حاجه كريتيكال انا عايز يبقى عندي الاكسسبيليتي كده ان انا اروح اكلم سكيب ليفل مانجر وهو جزء من الستراكشر وعارف ان انا امبلوي وهو امبلوي، فاحنا الاثنين بنتعامل مع بعض بيزد اون البروسيس اللي موجوده وبيزد اون البوليسي بتاعت الشركه وما الى ذلك. ما يبقاش المانجر بتاعي هو السي تي او او السي او، بيبقى صعب بالنسبه لي، او حتى حد تحتيهم اللي هي الناس اللي ما ينفعش تسيب الشركه ديت. انا يعني بحس ان انا مش الستارت اب جاي. احب اسمع منك انت بقى، تروح كوربريت ولا تروح ستارت اب؟ انا بما ان انا جربت الاثنين، انا جربت اشتغلت في ستارت ابس واشتغلت في كوربريتس واشتغلت في اس ام ايز يعني ميديوم انتربرايزز. انا بصراحه يعني لو في مكان هيقدر يوفر لي ميكس الحلو من هنا على الحلو من هنا اكيد ده بالنسبه لي اوبتيمم سولوشن. وفي اماكن توفر دي في يعني كايند اوف، ما برضو انت يعني هتاخد برضو جزء من الوحش من هنا على جزء من الوحش من هنا. انت ما بتاخدش الحلو بس، انت بتاخد الحلو بلس المشاكل اللي ممكن تكون موجوده هنا وبتكومباينها من الناحيه الثانيه. ف الاوبتيمم
ان انا ممكن اخد السرعه بتاعت الستارت اب، احنا بنسكيل بنجرو والهايبر اكتيفيتي فيلينج اللي موجود او الهايب بتاعت الستارت اب دي، واقوم حاططها في كوربريت على سكيل كبير، فهيبقى في ستراكشر. يعني الحاجات الناس اللي تعرف تبالانس بين الاثنين دي انفايرمنت جميله، منها ان احنا اورجنايز تماما، عندنا ستراكشر واضح، عندنا بروسيس، عندنا كل حاجه، وفي نفس الوقت احنا بنجري. اوكي تمام، دي حاجه حلوه. طب والله لو ده مش موجود وبنقارن ما بين كوربريت وستارت اب، انا برضه هبقى ميال اكتر ناحيه الكوربريت. بحس انه شويه فيها راحه نفسيه بسبب موضوع ان الدنيا ممكن تكون منظمه شويه. ده يعني التنظيم بشكل عام دي حاجه برضه مش هنقدر ان احنا نغفلها. التنظيم مريح، أوكي. النظام بيكون مريح ليك انت في الوضع في المكان اللي انت فيه. حتى ممكن يعني لو افترضنا كده ان انا جالي اوفر من ستارت اب ممكن يبقى بسالري اكبر شويه من الوضع اللي انا ممكن اكون فيه في الكوربريت، هحس نفسيا شويه ان انا مقلق، ان انا ريسك الاستابيليتي. اي نعم الفتره دي بقت الاستابيليتي دي كلمه جيف اور تيك، بس الاستراكشر اللي انا موجود فيه، الوضع اللي انا موجود فيه، او ريسك كل ده، رايح مثلا على ستارت اب لسه مثلا بزنس لسه استابليش دلوقتي، بيحاولوا ان هم يجيبوا فند، بيحاول ان هو يسكيل، بيحاول ان هو يكبر، وارد انه يخسر، وارد انه يقفل خالص. بتحس انك شويه ايه مقلق، على عكس ان انا مثلا ممكن الجزء الفئه اللي في النص اللي هي الميديوم انتربرايزز دي ساعات بتبقى فيها الميكس بتاع الاثنين، بيحاول ان هو يبني ستراكشر، بيحاول ان هو يعمل اللايف او يوفر البيركس او المميزات بتاعت العيشه في ان انت تبقى موجود في ستارت اب، بلس ان هو احنا عشان احنا لسه ميديوم انتربرايز ما بقيناش كوربريت، فاحنا ممكن عندنا قابليه ان احنا نحرق شويه فلوس ونجري بالفلوس اللي حارقينها دي، ما فيش مشكله. علشان برضو انت لما تيجي تبص للفلوس، لما تيجي كوربريت تحرق فلوس، الكوربريت تحرق فلوس دي الفلوس كتيره، فما شاء الله لما نيجي نحرق مبقاش في مشكله في الحرق، على عكس الميديمز يعني. اوكي طيب قولوا لنا في الكومنتس لو انتوا عايزين نكمل شرح ونقول الفروق ما بين الكوربريتس والستارت ابس، من ناحيه البروسيس، من ناحيه الهيراركي اللي جواها، من ناحيه الفلوس. قولوا لنا في الكومنتس لو انتوا عايزين تعرفوا دوت. وعشان ما ابقاش انا قفلت الطريق على نفسي، يمكن يبقى في ستارت اب عندها اوفر ولا حاجه، لو في حد عنده اوفر كويس يكلمني، مالكوش دعوه بكل اللي انا قلته دوت، يعني الاراء دي بتتغير مع ايوه الوقت عادي يعني. بالظبط عادي. واستنونا ان شاء الله في الحلقه الجايه من كلام اوفر فلو. شكرا لكم.